مرتضى. المفروض ميعاد خروجي 25/12 الساعة 12 بالليل، أنا باليوم 26 أروح. قلت له لا مش هطلع بالليل، هطلع بالنهار قدام الناس عشان يعرفوا إن مرتضى أسد، دخل السجن أسد وطلع أسد. وفعلا طلعت بالنهار. فمش عايز حد يقول بالنبي يا حرام ويا حلال. ده حرام على اللي عمل ده. بس عايزين الحقيقة أنا كنت استحق الحبس. شوف الاعتراف بقى. بني آدم خد 228 مليون ونص و500 ألف من راجل وزير سعودي عشان أعمل استاد ولادي، خدتهم لنفسي. إزاي ما اتحبس؟ بني آدم جاله 12 ساعة هدايا من السيد الوزير، اسعاد بحوالي 12-13 مليون، المفروض اخطر ما اخطرتش. بني ادم جاله 6 مليون جنيه قبل الانتخابات عشان يكسب نفسه وما بلغش، ده تمويل خارجي. اما الطرف الثاني جاله 151 مليون. ليه؟ لنفسه؟ قال لا دوم لله. والله هو اللي يتحبس؟ لا. هذا البني ادم ثاني 151 مليون واتبرع ب 30 مليون للنادي بتاعه، يتحبس؟ لا. شفتوا الدنيا مشقلبه ازاي؟ اللي ما خدش هو اللي اتحبس، واللي خد هو اللي حر الطريق. عرفتوا بقى ليه انا بقول بستحق الحبس؟ بتريق على اللي بيحصل، بسخر مسخره من اللي حصل. تاني مسخره من اللي حصل. هيقول لك هو طالع طالع. انا جاي من عمره، فاكرني كنت في السجن؟ كنت في العمره. عارفين ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى زي ما انا قلت، اوعى حد يمصمص شفايفه ويقول يا حرام ده كان في السجن. لا، انا كنت في نعمه من ربنا. تاني في نعمه من ربنا، بحط راسي على الخد انام، واللي ظلموني مش عارفين يناموا لغايه دلوقتي كلهم. واوعوا تفتكروا القضيه اتقفلت. اوعوا. القضيه تتفتح قدام ربنا سبحانه وتعالى، هيتم استدعائهم كلهم. ده كان عدل ولا كان ما كانش غلط؟ بتكلم عن اللي لفه ولا كان ظلم؟ الحمد لله احط راسي وانام. البعض قال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عارف، قال له اقعد في البيت. بيتني ده سيد مساعد الوزير اقعد يا باشا يا ابو شعر ابيض، اقعد. اقعد يا استاذ يا لابس برتقالي انا مش عارف ايه، اقعد. اتفضل اقعد. انت بتاع الاهلي اقعد. ايوه انت. اتفضل اقعد. اطلع بره يا سي محمد، انا مش طايقك اصلا، اطلع بره. انا بعد السن ده اكبر محامي في البلد دي اصلا من اي حد تاني. رئيس نادي الزمالك، كنت رئيس محكمه ورئيس نيابه، مؤلف قانون، عضو برلمان. كنت فاهم حاجات غلط. ليه؟ هي رياله نازله؟ اكمل. كنت فاهم حاجات كتيره غلط، وبعد ما خرجت بيانات توضيح كشفت الموضوع على حقيقته. مش عيب ابدا ان اعتذر لاخويا محمود. الاعتذار عمره ما يقلل من قيمه حد. هو وعيلته. هذه كلمتي الاخيره. الموضوع زاد عن حده. لن احكم على التاريخ المشرف ولا تاريخ النادي الذي يمثله بالاعدام بهذا الاعتذار المهين الذي لم انطق به حتى في سري. ده مرتضى منصور رمز الزمالك. رفعت راسك واتحبست. تخيل ده لو كنت اعتذار مهم كنت هتمشي 100 سنه جايه راسك تحت. عرفتوا بقى انا عملت ايه؟ ودخلت انا اللي رحت سلمت نفسي. دخلت بنفسي ولم اعتذر لاحد. ليه؟ عشان كرامتكم انتوا الزملكاويه كلكم لما دايما بتشوفوني. عامل زي الواد اسمه اللي بيحلل في اسمها ايه؟
هيثم فاروق. هيثم فاروق ده مش انا عايز اعرف كان بيلعب في الزمالك امتى؟ لعب كام شهر؟ قله ادب وتطاول كل يوم علنا. هوريك دلوقتي ازاي حافظت على كرامتك وعلى بالك. للاسف الشديد العيال بتقل ادبها وعامله نفسها زملكاويه. انا طلب مني 3 حاجات. 1 اقسط غرامه الكهرباء 5 سنين. هقرا لكم دلوقتي. قلت على جثتي ولا يوم ولا جنيه. ده مال مرتضى وده مالكم. مش ده كهرباء اللي عمل لكم مش عارف ايه كده، وكل القنوات الحقيره بتستضيفه. انا قلت لكم احنا في زمن عجيب. اتفضل. طلب مني انسى قضيه نادي القرن، ولو تلاحظوا ان من اول ما فجرت قضيه نادي القرن بعدها على طول حصل عزل. قلت مكمل واديت تعليمات للبيه مدير النادي اليافط اللي قطعوها ترجع تاني تنور. نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي. نمرة 3 كرامتكم وكبريائكم اللي فيه ناس للاسف مش عايزه تحافظ عليها. اعمل اعتذار مهين ليكوا قبل ما يكون ليا. ثقه اهي. اعمل فيديو اطلع في التلفزيون اقول الاتي. في اسماء كتير وكبيره بدات تتكلم عن مبادره لمصالحه الناديين الكبار. وهو الحقيقه مطلب لمصلحتي جميعا. ايه اللي معطل تحقيقه؟ انا عن نفسي خلي بالكم كرئيس مجلس اداره نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. هنا مش مرتضى منصور، هنا مين؟ رئيس مجلس. انا رئيس زمالك. الناس بتفسر كلامي زي ما هم عايزين. الامور بتكبر وانا كنت فاهم حاجات غلط. انا بعد السن ده اكبر محامي في البلد دي اصل من اي حد تاني. رئيس نادي الزمالك، كنت رئيس محكمه ورئيس نيابه مؤلف قانون. انت فرحان ان رئيس نادي الاهلي عزل رئيسك وعايز رئيس على مزاجه؟ تبقى مش زملكاوي. عمرك ما هتبقى زملكاوي. ليه؟ لان يا اخي عيب. هيبقى في التاريخ زي ما انا حافظت على كرامتك وكبريائك. يعني هو عشان اللي ما شافش العيال اللي بتقول دي خناقه مالناش علاقه بيها بين مرتضى وبين محمود الخطيب. ربنا يشفيه. وانا اكرم منك يا محمود. وانا بصلي الفجر في محبسي قدمت بلاغ لربنا ضدك. بسحب بلاغي عشان انا اكرم منك. بس اقعد يا ابني بقى والله بسحب بلاغي. ما بشمتش. وعلى فكره طارق جميل سعيد واخد شهر قدام متنازله. عبد الناصر زيدان كان واخد 60 سنه تنازله. من فضلك ما تعلقش. هسيب المؤتمر رئيسي. من فضلك. انت عمال تقول الخناقه. انا حافظت على كرامتك.